السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين حبايب قلبي. يا رب تكونوا بخير ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ويلا بقى نعمل سلسلة حاجات النواعم بتاعت رمضان. وهنبتدي بإيه؟ بالكحك الناعم الدايب الحلو، أحلى 100 مرة ومليون مرة من الكحك بتاع الفرن. وكمان ضمنة كده انك عاملاه بإيدك وانت فرحانة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. تعالى اقول لكم انا عملت ايه. اول حاجه هنبيت الخميره. يعني ايه هنبيت الخميره؟ حط كده معلقه. الباكو ده كان باقي فيه معلقه واحده من الخميره. حطيتها كده في بوله وحطيت عليها معلقه سكر، ونزلت عليها بكوبايه ميه دافيه دافيه زي دمعه العين كده. يعني تكوني مسخنه ميه وتبرد تجسيها بايدك زي دمعه العين كده، ما تكونش ميه سخنه عشان ما تموتش الخميره. هقلبهم تقليبه حلوه كده. وبعد كده هجيب طبق ولا حاجه اغطي البوله دي واسيبها. مفيش دقيقتين يا دوبك عقبال ما انخل الدقيق هتكون فارت كده وتكون الخميره اشتغلت. ركنتهم وجبت بقى الدقيق. انا هشتغل ب2 كيلو دقيق. دخلت كيلو كده وبنخل الكيلو التاني زي ما انتم شايفين. بعد كده بقى ايه؟ قلبته كده بالمعلقه. انا لسه ما حطيتش اي حاجه. احط معلقه كبيره من ريحه الكحك، معلقه كبيره سمسم او معلقتين، دي حاجه ترجع لك. معلقتين من لبن البودره، معلقه سكر، معلقه سكر ورشه ملح بسيطه جدا. اللي هي بقى ايه يعني عشان يبقى اسمها البركه يعني. وحطيت كمان معلقتين نشا. النشا هيديله نعومه كده وطراوه، هيبقى حلو قوي. قلبتهم مع بعض. بعد كده هقول لكم المقادير تاني. بعد كده كنت مسخنه كيلو و100 جرام سمنه. انت لو عايزه اقول لك على مقدار الكحك، لو عايزه ماسك نفسه بيقطم كده، الكيلو السمنه بياخد نص كيلو الدقيق بياخد نص كيلو سمنه. عايزاه وسط كده، لا طري ولا ناشف، يبقى تزودي 50 جرام او معلقة كبيرة هرمية سمنة. يبقى نص كيلو و50 جرام او معلقة بمعلقة الاكل. عايزاه دايب اكتر، يعني ان انت مجرد ما تحطيه ببق كده تلاقيه بيدوب. زودي كمان 50 جرام يبقى نص كيلو و100 جرام. انا بقول لك كده مقادير الكيلو. تقدري ان انت تزودي المقدار تضعفيه لو انت هتعملي 2 كيلو. انا طبعا هعمل 2 كيلو، فحاطه كيلو و100 جرام، كيلو و200 جرام من السمنه. عشان يطلع لي كحك دايب كده، ومجرد ما تحطيه ببقك تلاقيه بيدوب. زي ما انتم شايفين. بعد ما نزلت السمنه بفضل اقلب فيها كده الاول بايدي عشان اخلي كل حبايه من الدقيق تشرب من السمنه. وبعد كده هنبس بقى الدقيق. الكحك بالذات اهم حاجه في عمايله البس. هتشوفي يعني ايه البس. بناتنا اللي هم متجوزين جداد واللي اول مره بيعملوا يعرفوا يعني ايه بنبس الكحك. دي يا جماعه كيلو و100 جرام سمنه عشان انا عامله 2 كيلو. تقدري تعملي كيلو واحد بنص الكميه. وهتحطي معلقه لبن بودره، معلقه صغيره بمعلقه الشاي ريحه كحك، عشان انا حاطه معلقه كبيره بمعلقه الاكل. تقدري تحطي معلقه نشا واحده. آه اللهم صل على النبي. معلقه لبن بودره واحد، معلقه صغيره سمسم او معلقه. يعني انت لو عايزه تحطي معلقتين حطي. هي بس انا حطيت معلقه واحده. دي اختياري. السمسم اختياري، ممكن ما تحطيش السمسم خالص، في ناس ما بتحطي السمسم خالص. وبرضو احنا بنشتغل اقول لكم مقادير الكيلو تاني وانتوا تضاعفوا الكميه. انا بشتغل ب2 كيلو. بصوا اللي انا بعمله ده هو ده البس. ان انت بعد ما بتقلبي كده بتفضلي تدعكي العجينه بين ايديكي لحد ما تلاقيها بقت عامله زي الكريمه، ناعمه كده زي الكريمه. دي مرحلة البس. اهم حاجة فيه البس. هتشوفوا تاني اهو وانا ببسه دلوقتي. بعد ما لقيته ناعم كده ابتدى ينعم زي الكريمة، رحت منزلة الخميرة. كانت فارت واشتغلت يعني. هروح منزلاها على العجين كده وابتدي بصوا ادخل برضو العجين في يشرب من الخميرة. وبعد كده هبس تاني. شايفين اللي انا بعمله ده؟ تفضلي تدعكي بين ايديكي كده لحد ما انت تحسي ان العجينة دي بقت ناعمة بين ايديكي زي المرهم كده، عارفين زي الكريمة اهو. كل ما تبس كده الكحك يطلع معاكي ناعم ويطلع دايب وما بيقرش كده ويبقى ايه طعم خالص.
اعملي فيه ربع ساعة على قد ما تقدري. الدعك اللي انا بقوله لك ده مرة قبل الخميرة ومرة بعد الخميرة. يعني مرة بعد ما انزل السمنة بعمل الحركة دي بعد ما الدقيق يلم يشرب السمنة، ومرة بعد ما احط السمنة. بعد ما تدعكيه بين ايديكي كده تبسيه لقيتيه ناعم زي الكريمة، نبتدي بقى نحط مرحلة المية، نلمه بالمية لان هو كده مقطع، عايزين نلمه يبقى قطعة واحدة كده بالمية. انا هنا بستخدم المية دي، ما تدلقوش مية جزافي لان المية هي اللي بتلمه، ولو حطيت مية كتير او سوائل كتير هينشفه. انت ممكن تعجنيه بلبن او بميه، انا عاملاه بميه. تقدري تحطي معلقه لبن بودره في الميه دي، في كوبايه الميه تقدري تعملي بلبن حليب. طبعا انا بنزل هنا هقول لكم انا ال2 كيلو معايا خدوا ميه قد ايه. دي كوبايه ميه برضو من الحنفيه عاديه، نزلت الاول ربعها وابتديت الم، لقيته عايز ميه تاني، نزلت ايه الربع التاني بقى نص كوبايه. انت نفسك بتحسي بالعجينة وهي بتلم معاكي، كل ما تلمي وتروحي مكورة حتة تعمليها كورة، تضغطي عليها كده بصباعك، لو لقيتيها بتشقق تبقى لسه عايزة مية، رحت حاطة بقيت بقيت الكوباية. يعني انا هنا ال2 كيلو خدوا معايا كوباية مية بتاعت الشاي، مج الشاي ده مية عادية من الحنفية اهو. بصوا كل ما ببس برجع اخد حتة وادعكها بين ايديا كده، تنعم بين ايديكي وتروحي ضغطه الضغطه اللي انا بعملها دي. لو لقيتها شققت من الجناب تبقى لسه عايزه ميه تاني. انا هنا ال2 كيلو خدوا معايا كوبايه الميه اللي هي المج بتاع الشاي، ميه من الحنفيه اهو. بصوا لقيتها خلاص هي ما بتشققش خلاص، لقيت عرفت كده ان هي مش عايزه ميه تاني، مش عايزه سوائل لو انت بتعجني بلبن او بميه. هنا بقى هنيجي لمرحله ايه التشكيل. المهم اقول لكم المكونات تاني على مقدار كيلو، وانت لو عايزه 2 كيلو مره واحده كده ابقي زودي يعني ضعفي المقدار. معلقه ريحه كحك، معلقه ريحه كحك للكيلو بمعلقه الشاي، معلقه سمسم بمعلقه الاكل، معلقه لبن بودره بمعلقه الاكل، اللهم صل على النبي، معلقه خميره بمعلقه الاكل، رشه ملح بسيطه بركه. دي مكونات كيلو، انا عامله 2 كيلو فمضاعفه المكونات. هنا بقى بتجيبي حته العجينه تكوريها الحجم اللي انت عايزاه، بس احلى حجم الحته الصغيره دي اللي هي بصي يعني الحجم الصغنون ده، تبقى هي ايه على قطمه واحده كده، تحطي الكحكايه مره واحده في بقك، تمسكيها تدعكيها بين ايديكي برضو كده، وتكوني مغطيه العجينه بمشمع جنبك عشان ما تنشفش، وبرضو تروحي واخده الحته ودعكاها بين ايديكي زي ما شفتي وانا بعمل كده. وبعدين تروحي مبططاها الحجم ده، وبعد كده تجيبي المنقاش وتنقشي، تعملي 3 كده بالطول، وتعكسي بقى 3 بالعرض زي ما انت شايفه كده، 3 قرصات بالمنقاش. هي التشكيل يرجع لك انت عامه، وفي ناس بتحب تعمل بالقالب بالبصامه. انا هوريكم من كل شكل حاجه، وبعد كده هقعد مع نفسي بقى على الارض لاني بعمل وانا واقفه على ترابيزه المطبخ، هعمل بقى وانا قاعده كده عشان المجهود طبعا، لان التشكيل دوت والتقريص ده بياخد وقت. هيطلع معاكي بطريقتي دي كحك ناعم جدا جدا جدا. انا قلت لكم مكونات الكيلو، وانا عامله يا جماعه 2 كيلو. عايزه تعملي 2 كيلو ضعفي واعملي الكميه اللي انا عاملاها. عايزه اقول لكم ان الكحك الاول انا بس بجرب لكم هنا عشان هروح اقعد واعمل. انا لسه هنا ما سبتش الكحك يرتاح. طبعا بعد ما خلصناه بتسيبيه تغطيه بكيس مشمع او فوطه وتسيبيه حوالي 10 دقايق كده، ربع ساعه يريح مش يخمر. كحك ما بيخمرش يا جماعه، احنا بنريحه بس انا هنا ما ريحتوش، انا شكلته قدامكم وانا واقفه عشان بس اوريكم الاشكال اللي انا هعملها واسويها. بعد كده هاخد الحاجات دي كلها واروح اقعد في الارض. هنا بقى الحشو كمان، بصوا انا ما اشتريتش ملبن ولا حاجه. عايزه اقول لكم ان الملبن ده ملبن محشي مكسرات، بندق عين جمل، الحاجات دي ان شاء الله حتى تحشيش داني مجروش، بس انا ما اشتريتش ملبن. ده الملبن اللي
بيبقى في علبة حلاوة المولد. انا عندي لما بنجيب حلاوة المولد ما حدش بيحب ياكل الملبن، فاشيله كده بحوشه في درج التلاجة. لما بيجي في العيد بروح عاملاه بالمكسرات بتاعته كده، بروح عاملاه احشي بيه الكحك بيتاكل كده. لكن ان انا في مولد النبي ياكلوا الملبن اللي في العلبة لا. انت عايزة تشتري ملبن هتجيبي نص كيلو ملبن وهتنفضيه من النشا وتقطعيه كور على قد حجم الكحكايه اللي تعمليها وتحشي بيه. اوعي تسيحيه بسمنه ولا تسيحيه على النار، زي ما هو كده قطعيه قطع اعمليه دوائر صغيره واحشي بيه. انا قلت لكم كل التفاصيل اهو وكل التركات اللي هتطلع معاكي الكحكايه طعمه وحلو. ممكن تحشي عجوه، بس لا انا ما بفضلش الكحك يتحشي عجوه، انا بحشيه ملبن. اعملي بقى الملبن اللي انت عندك كله، اللي انت شايلاه من مولد النبي او اللي انت هتشتريه. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طول ما انت بتعملي كده صلي على رسول الله حاجتك وسمي الله، حاجتك تطلع طعمه وفيها البركه وزي الفل. انا بعمل بالبصامه. انا عملت لكم بالمنقاش نقشتين، وعملت لكم كمان بالبصامه اهو، وحشيت قدامكم من كده عينات كده. وهاخد الصاج وهاخد العجينه واقعد بقى ايه، عشان انا مش قادره اقف هقعد اعمل وانا قاعده على الترابيزه في الارض زي ما انتم شايفين كده. بصوا هنا بعد ما سويته بياخد، انا مسويه في فرن البوتاجاز اهو حوالي ربع ساعة في الفرن على درجة 200. ده الكحك عشان الكحك اللي بياخد وقت شوية. وانت تبقي مبشراه تولعي فوق وتحت او تحت بس، وبعد كده ولعي الشواية ياخد لون. بصوا طعم ولذيذ ودايب جدا وحلو قوي، الملبن مسحش فيه. او عايزة اوريكم ان دي تسوية فرن البوتاجاز زي ما انتم شايفين. بصوا طعم ولذيذ. متنسونوش بلايك حلو زيكم، سموا الله وصلوا على رسول الله. ويلا اقول لكم انا عملته ازاي. ده هنا حته بتتعاد اهو، معلش بقى دي جت في المونتاج كده. دي كان في الاول مفروض اللقطه دي تبقى في الاول خالص وانا بفضي الدقيق وانا بنخله. اتعادت تاني معلش بقى، معلش مش هقدر اشيلها دلوقتي من المونتاج. سموا الله وصلوا على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين وما تنسوش اللايك.